سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم في جماعة التبليغ والدعوة، وما معنى الخروج في سبيل الله، وما موقفكم منه؟ أما جماعة التبليغ فهي جماعة على خير لا تعدم خيرا كثيرا تقدمه الآن للأمة، والكمال لله جل وعلا، وهذا ما ذكرته من قبل، والكمال لله جل وعلا. لا ينقص إخواني من جماعة التبليغ إلا أن يهتموا بطلب العلم الشرعي. وقد نصحت كثيرا من الإخوة القائمين على أمر الجماعة بأن يجتهد بعضهم في طلب العلم الشرعي، وبأن لا يقف من يقف للبيان في المساجد إلا من على علم، ليذكر بآية صحيحة من كتاب الله وبحديث من رسول الله. وإن أرادوا أن يدربوا الأخ على الكلام والتذكرة فليكن هذا فيما بين الإخوة من باب التدريب لا من باب الإخبار والدعوة لعوام المسلمين في المساجد. هذه الفتوى أفتى بها بمثل ما أفتي به الآن تماما شيخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقال هي من أفضل الجماعات التي تعمل الآن على الساحة، إلا أنه ينقصها العلم. وأنا أقول بأن لا ينبغي على الإطلاق أن نحكم على جماعة من خلال خطأ بعض الأفراد، فإن جماعة التبليغ في بعض الجماعات قد يزل بعض أفرادها في بعض الأخطاء التي ربما تصل إلى أخطاء عقدية، كما هو الحال مثلا في جنوب شرق آسيا. لكن لا ينبغي أن نعمم الحكم من خلال خطأ فردي أو حتى من خلال خطأ بعض الأفراد. فالإخوة على خير، لا نزكيهم على الله، والكمال لله جل وعلا. وأرجو ما أرجو ألا يقول لي فقد أصاب السنة ومن لم يخرج فهو مبتدع، هذا لا ينبغي أن يقال، وهذا لا أصل له. وإن سألني أخ هل يجوز لي أن أخرج معهم في بعض الأيام، أقول له لا حرج ولا بأس على الإطلاق، لا بنية أن الخروج هو السنة، وإنما بنية أن تبتعد قليلا عن الفتن التي نراها الآن في الشوارع والطرقات، وبنية أن تظل في المسجد فترة لتتربى فيها على أخلاق النبي في طعامه وهديه في شرابه وهديه في وضوئه وهديه في نومه. لا حرج في ذلك بهذه النية، وأرجو أن لا أسأل في هذا السؤال بعد ذلك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا جميعا. وإن رأى أحدنا خطأ على أخيه في جماعة ينتمي إليها فليذهب إليه للحق الذي عليه لأخيه، وليبين له الحق في المسألة بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. إن رأيت أحد إخوانك على خطأ بين له الخطأ بالدليل من القرآن والسنة بحكمة ورحمة وتواضع. أما أن تنطلق لتشنع بالجماعة كلها وبالإخوة الاستثناء فهذا ظلم، وليس هذا من العدل، والكمال لله جل وعلا. ولا ينبغي أن يفهم من جواب هذا أنه جواب لكل أفراد جماعات التبليغ في غير مصر، فأنا أتكلم عن واقع إخواننا لك ومولاك.